تخيل معايا جماهير القلعة الحمراء كلها في حالة ترقب، قرارات جديدة بتتاخد وتغييرات بتحصل في لحظة. طيب ليه محسن صالح اعتذر فجأة؟ ومين اللي هيمسك دفة التخطيط للفريق؟ وهل القرارات دي هتغير مسار الأهلي للأحسن ولا لأ؟ وإيه رد فعل الجمهور على القرارات دي؟ لو عاوز تعرف كل التفاصيل وتفهم إيه اللي بيحصل ورا الكواليس يبقى لازم تكمل الحلقة دي. بس قبل ما نبدأ ما تنساش تشترك في القناة وتفعل الجرس علشان ما تفوتش أي حاجة جديدة. اللي حصل كان مفاجأة للجمهور، وده لأن مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب وافق على قبول الاعتذار اللي تقدم بيه محسن صالح عن رئاسة لجنة التخطيط. طيب ليه دلوقتي بالذات اللي صالح قدم فيه الاعتذار؟ هل في ضغوط داخلية عليه ولا هو محتاج يريح شوية بعد كل النجاحات اللي ساهم فيها الفترة اللي فاتت؟ بعدها على طول المجلس عمل اجتماع وخرج منه بشوية قرارات كده، منها قرر يعين مختار رئيسا للجنة التخطيط. مختار اسم كبير كلاعب ومدرب، دي حاجة ما نقدرش نختلف عليها، لكن السؤال هنا هل هيقدر يمشي بنفس الخط اللي كان ماشي عليه محسن صالح؟ وهل هيكون ليه تأثير فوري على القرارات اللي جاية؟ شاركنا برأيك في الموضوع ده. وفي حركة تانية مهمة، المجلس ضم الكابتن محمد رمضان لعضوية اللجنة جنب حسام غالي وزكريا ناصف. طيب انضمام رمضان هل هيكون له دور كبير في التغيير اللي الأهلي محتاجه ولا هيبقى لا جديد يذكر؟ أما بقى بالنسبة لبيبو، اللجنة وافقت على اعتذار خالد بيبو عن الاستمرار في منصب مدير الكرة. بيبو اللي كان واحد من أهم أعضاء الجهاز الإداري قرر يترك زمام الأمور. والسؤال هنا هل قراره بالرحيل كان بسبب ضغوط ولا هو حاسس ان دوره خلاص انتهى؟ وبالذات انه كان في كلام منتشر ان كولر هو اللي كان رافض وجوده من الاول وشايف انه شخصية مش قوية مع اللعيبة وعايز حد احسن منه. فين ايام سيد عبد الحفيظ كان اللي بيتنفذ غلط كان بيوقع عليه غرامة. المفاجأة إنهم ما سابوش بيبو يمشي كده، بالعكس كلفوه بمهمة جديدة وهو إنه يبقى المنسق العام لقطاعات الناشئين والأكاديمية والكرة النسائية. فهل الأهلي بيحاول يستغل خبرته في تطوير الأجيال اللي جاية؟ أو يمكن شايفين إنه ممكن يطور القطاع ده، وخاصة إنه لسه أول سنة للأهلي يضم فيها قطاع ناشئين من البنات؟ ومن ناحية تانية اللجنة قررت تكلف الكابتن سامي قمصان بإنه يقوم بأعمال مدير الكرة جنب شغله كمدرب عام للفريق. السؤال هنا هل قمصان مستعد للدور الجديد ده في وسط كل الأحداث المتسارعة دي؟ وهل أصلاً هيقدر إنه يوازن بين شغله كمدير كورة ومدرب؟ الصراحة أنا مش عارف، بس قول لنا رأيك في الكومنتات. وفي قرار تاني مش أقل أهمية عن كل القرارات دي، بالعكس ده أنا بعتبره الزلزال اللي قلب الدنيا. لجنة التخطيط وافقت على استقالة خالد الجوادي مترجم الفريق الأول لكرة القدم، ووجهت له الشكر على جهوده. يعني هو اللي قدم استقالته ولا كان في ضغط من أطراف تانية؟ أصلها غريبة إنه قدم استقالته الفترة دي بعد ما حصل خلافات بينه وبين اللعيبة ولجنة التخطيط، وده لأنه كان بينقل لكولر كلام لجنة التخطيط وإنه الأهلي بيسترخص في الصفقات، أو بمعنى أصح مش عاوز يجيب اللعيبة اللي كولر طالبهم علشان سعرهم غالي وشايف إنه عنده بدائل أحسن. وكمان كان حاصل صدام بينه وبين 2 لعيبة في النادي، واعتبروا إنه بيدخل في حاجات ما تخصهوش وإنه وظيفته الأساسية هي الترجمة وخلاص. الحقيقة إن رد فعل الجمهور على القرارات دي كان عادي لحد ما وصلوا لاستقالة خالد الجوادي، واعتبروا إن رحيله بمثابة النقطة اللي فاضت بيها الكأس. الجماهير اللي كانت مستعدة تتقبل التغييرات اللي فاتت على مضض حست إن القرار ده بقى أكتر من اللي يقدروا يتحملوه. الجوادي كان جزء لا يتجزأ من المنظومة، وخاصة إن الجمهور عارف إن الجوادي بينقل الكلام لكولر، وكان عاجبهم الموضوع ده في إنه بيقول الحق لدرجة إنهم هتفوا له مرة في ماتش وشجعوه إنه يقول الحق دايماً وهم في صفه. ورحيله دلوقتي الجماهير اعتبرته زي إنذار بإن الأمور داخل النادي مش ماشية في الاتجاه اللي كانوا عايزينه. القرار ده قلب الموازين وخلى كتير من الجمهور يعبروا عن غضبهم، وبصراحة عندهم حق، وكله حالياً بيسأل هل القرارات دي هتكون في صالح النادي ولا لا. بس كل اللي اقدر اقوله لك انه قرار رحيل الجوادي ده ممكن يسبب ازمه كبيره للاداره مع كولر، وخاصه انه كان بيعتبر ودنه اللي بيسمع بيها كل حاجه بتتقاله في النادي. وقرار تعيين قمصان بدل من بيبو كان خيبه امل لاغلبيه الجمهور، علشان كانوا عايزين سيد عبد الحفيظ هو اللي يرجع مش حد تاني. في الآخر القرارات والتغييرات دي بتفتح باب للتساؤلات الكتير. الأهلي داخل على مرحلة جديدة، وهل التغيرات دي هتكون في صالح النادي فعلا ولا هتعمل ارتباك أكتر وتخلي فيه عدم استقرار في النادي؟ ده غير الضغط اللي هيحصل من الجمهور. شاركونا آراءكم في التعليقات وخلينا نشوف إيه هي توقعاتكم للفترة اللي جاية. ما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس علشان يوصل لكم كل جديد من قلب القلعة الحمراء.